او التطبيقات كلها الماليه اللي بتقدم لك خدمات تقسيط تسجيلها يكاد يكون واحد. انت بتدخل تسجل، بتكتب رقم تليفونك، بتكتب رقم بطاقتك، بتصور بطاقتك وش وظهر، بيسالك شويه اسئله زي انت موظف ولا مش موظف، ولو موظف فين، موظف حكومه ولا قطاع خاص ولا صاحب اعمال، تمتلك عربيه ولا لا، ومشترك في نادي ولا لا. وكل سؤال من الاسئله دي اللي انت بتجاوبه بيديك رانكينج او بيديك سكور رقم معين. المفروض ان التطبيق بيجمع كل الارقام دي وعلى اساسها بيوافق يديك ليميت او بيرفض، او على اساسها بيديك ليميت اماونت اوف ماني، وبيدي واحد تاني رقم او اماونت اوف ماني اقل او اكتر. الديبينز على اجابته للاسئله. يعني واحد مثلا مشترك في نادي والتاني لا، فالليميت اللي هيطلع اللي هو مش مشترك في نادي هيطلع اقل شويه من موظف اللي في شركه وعنده اشتراك في النادي وعنده عربيه واخد تسهيلات من بنوك بيدفعها بالتزام وعدى عليه مده، فبياخد ليميت اعلى اكيد. كل دي اسئله او حاجات بتحصل في الباك جراوند انت مش بيهمك. انا مشيت في نفس البروسيس وطلع لي ليميت، الليميت ده استخدمته، بس استخدمه ازاي دي اللي انا عايز اتكلم فيها معاك. اول حاجه تطبيق الفاليو. لو